طيب في عندي قاعدة في الألماني اسمها الأكوزاتيف. في عندي قاعدة في الألماني اسمها الأكوزاتيف. سيبك من كلمة الأكوزاتيف دي خالص، خلاص كده. افهم القاعدة بتتكلم عن ايه، خلاص كده. ايه الشروط اللي بتكون موجودة عندي عشان اقول ان الحالة اللي قدامي دي هي حالة اكوزاتيف؟ خلاص كده. إيه الشروط اللي بتكون موجودة عندي عشان اقدر اقول ان الحالة اللي قدامي دي هي حالة اكوزاتيف؟ اول حاجه كده، لازم يكون جمله فعليه. يعني ايه جمله فعليه؟ يعني بيكون عندي فاعل وفعل ومفعول به، لازم الثلاثه دول يكونوا موجودين. لازم يكون عندك فاعل، خلاص، لازم يكون عندك فعل اساسي، لازم يكون عندك مفعول به. يبقى ده كده اول حاجه لازم تكون موجوده عندي في الجمله. طب لا يعني معلش انا مش فاهم، فهمني اكتر. انا دلوقتي لو قلت لك بالعربي خالص، انا بقرا الكتاب، انا بقرا الكتاب، خلاص. فانا عندي انا ده الفاعل بتاعي. يقرا اللي هو مين؟ ده الفعل اللي حصل. الكتاب اللي هو المفعول به او الحاجه اللي وقع عليها مين؟ الفعل. يبقى انت عندك كده، انت عندك كده جمله فيها ثلاث حاجات، فيها فاعل وفعل ومفعول به، خلاص كده. طيب انت دلوقتي عندك جملة فيها فاعل وفعل ومفعول به. ايه الشرط التاني؟ ايه الشرط التاني؟ قال لك لازم الأداة بتاعة المفعول به تكون ديا. خلاص كده، لازم الأداة بتاعة المفعول به تكون ديا. لو أي أداة غير ديا فأنت مالكش دعوة بالجملة دي. يبقى أنا دلوقتي هروح أشوف الجملة بتاعتي، هشوف المفعول به لو الأداة بتاعته الدية، خلاص، الدية دي هتتغير وتبقى دين. خلاص كده. يبقى أنا دلوقتي عندي شرطين: جملة فعلية فيها فاعل وفعل ومفعول به. الشرط الثاني، الأداة بتاعة المفعول به، خلاص، تكون دية. اي اداه تانية يعني لو دس او دي مالكش دعوه بالجمله دي، جمله عاديه مالكش علاقه بيها. طيب تمام، هاجي للديه. ايه اللي هيحصل فيها؟ هتتحول لمين؟ لدين. وبالتالي طبعا احنا كان قلنا ان الديه بتاخد اداه نكره اسمها مين؟ اسمها اين. فالاين دي مش هتتكتب اين، هتتكتب اينن. طب في حاله النفي، بدل الكاين هنكتب ايه؟ هنكتب كاينن. خلاص كده. طيب تعالوا كده نشوف الكلمات دي. انا عندي مثلا كلمه زي كلمه اشلوسل. سيبك من الترجمه، عندك كلمه زي كلمه اشلوسل. اشلوسل دي لو جات لك في جمله، لو جات لك في جمله الجمله دي فيها فاعل وفعل ومفعول به، وطبعا اشلوسل الارتكل بتاعته ديا. خلاص. فقال لك انت لما تيجي تكتب شلوسل في الجمله لازم ايه؟ لو هتحط اداه معرفه يبقى تكتب دين بدل ديا. ولو هنكتب نكرة هنحط اينن بدل اين، ولو هنكتب النفي هنحط كاينن بدل كاين. طيب عندك كلمة مثلا زي كلمة فورمولا، كلمة زي كلمة غيشنونج، كلمة زي كلمة شتفته. طب الثلاث كلمات دول الارتكل بتاعتهم داس ودي، ودي جمع. قال لك دول لما يجوا في الجملة مالكش أي علاقة بيهم، أنت بتحط الارتكل بتاعتك عادي خالص. يعني عندك كلمة فورمولا لو جت في الجملة حتى لو فيها فاعل وفعل ومفعول به، بنكتب داس في المعرفة وأين في النكرة وكاين في النفي. عندك غيشنونج، خلاص كده، لو جات لك في الجملة بتكتب أداة المعرفة دي وأينه وكاينه. طب شتفت بتكتب دي وكاينه. يعني التغيير الوحيد اللي بيحصل في الكلمات اللي الارتكل بتاعتها دي. والشرط التاني ان انت لازم الجملة يكون فيها فاعل وفعل ومفعول به. طيب تعالوا نعيد الكلام ده تاني. انا قلت لك هنا ايه؟ لازم يكون عندك جملة فعلية يكون موجود فيها فاعل وفعل ومفعول به، ولازم التلاتة يكونوا موجودين. لو واحد من التلاتة دول ناقص الجملة جملة عادية خالص مالكش دعوة بيها. رقم ثلاثة، هروح أشوف الأداة بتاعة المفعول به. لو الأداة بتاعته الدية هغيرها وهتبقى مين؟ هتبقى دين. خلاص كده؟ طيب لو احنا هنحط نكرة يبقى أينن بدل إيه؟ بدل أين. ولو هنحط نفي هتبقى كاين بدل إيه؟ بدل كاين. طيب تعالى ناخد مثال. انا دلوقتي عندي كلمة زي ديا لابتوب، ديا لابتوب. خلاص كده. طيب انا عايز اقول لك انا بشتري لابتوب لونه احمر. خلاص كده. انا
بشتري ich kaufe den roten لابتوب. طيب سيبك من كلمة روتين دي هناخدها قدام، خلاص كده خلينا في مين؟ في دين. لابتوب الارتكل بتاعته ديا، وبناء عليه هنا عشان احنا في حالة معرفة خلاص، فهنا ما ينفعش نكتب ديا فبنكتب دين. طيب انا دلوقتي عايز اقول لك انا بشتري لابتوب، خلاص، او انا عندي لابتوب، يعني ich kaufe einen لابتوب او ich habe einen لابتوب. هنا ما ينفعش اكتب ايه، ما ينفعش اكتب ein لابتوب. ليه؟ لان لابتوب الارتكل بتاعته ايه؟ ديا، وبناء عليه ein بتتحول لمين؟ لاينن. طيب هنيجي في النفي. ich kaufe keinen لابتوب. ich kaufe keinen لابتوب، انا ما بشتريش لابتوب. مش المفروض نكتب كاين؟ اه، ولكن هنا لابتوب بالارتكل بتاعته دي، وبناء عليه كتبنا مين؟ كتبنا كاين. طيب تعالى ناخد مثال على كلمة الأداة بتاعتها داس. هنا داس بوخ. داس بوخ. أنا دلوقتي بقول لك ich kaufe das Rotsbuch. خلاص، انا بشتري كتاب ايه لونه، او كتاب اللي لونه ايه؟ لونه احمر. هنا مفيش اي تغيير حصل، يعني داس بوخ هي كتبت نزلت داس بوخ برضو. ليه؟ لان القاعده اللي احنا اتكلمنا عليها ان التغيير اللي بيحصل في حاله الديع فقط. هنا ich kaufe ein Buch، انا بشتري كتاب. هنا ايه اللي حصل؟ ما حصلش اي تغيير. داس بوخ اتحولت لاين بوخ عادي جدا، ما فيش اي تغيير حصل. ليه؟ لان بوخ الارتكل بتاعت داس. هنا ايش كاوفا كاين بوخ او ايش هابا كاين بوخ، انا ما بشتريش كتاب او انا ايه لا امتلك كتاب. ايه اللي حصل هنا؟ نفس الكلام، خدت كاين عادي جدا، ما فيش اي تغيير حصل، لان داس الايه؟ الارتكل بتاع البوخ الارتكل بتاعتها مين؟ داس. طيب ننزل تحت شوية. هنا لو الجملة بقى في حاجة ناقصة فيها، يعني ما فيهاش فاعل او ما فيهاش فعل او ما فيهاش مفعول، زي ان انا اقول لك das Buch ist neu. دي جملة بوصف بيها جملة عادية، ما فيش اي تغيير هيحصل. طب هنا der Laptop ist neu. der Laptop ist neu. اللابتوب ده جديد. مفيش اي تغيير برضو حصل. ليه؟ لان دي جمله بوصف بيها جمله عاديه جدا، مفيش عندي هنا ايه؟ مفعول به. انا بقول لك اللابتوب ده جديد. هنا das ist ein Buch برضو نفس الكلام، وهنا das ist kein Buch، وهنا das ist ein Laptop و das ist kein Laptop. يبقى القصة كلها بتاعتي لازم يكون عندي شرطين: فاعل وفعل ومفعول به، والمفعول به الارتكل بتاعته تكون ايه؟ تكون ديا. تمام كده؟